السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. الفيديو اللي فات اتكلمت عن الربط. بعد عملية الربط ب10 ايام بالظبط انا نزلت هنا البلد. طبعا البلد دي سفر 7-8 ساعات، وفي قطر ما كانش متاح قطر النوم، في حاجة اسمها قطر نوم. فانتوا لو هتتنقلوا من محافظة لمحافظة فانتوا عادي. انا سألت الدكتور قال لي عادي حتى لو في نفس اليوم او بعدها بيوم، عادي ان انت تسافري. فانا استنيت 10 ايام تاني ورجعت البلد. تمام، رجعت سوهاج. الرحلة ما كانتش صعبة بصراحة. يعني انا كنت غالبية ان انا كان فترة ال3 شهور دي كلها اصلا كان الحمل 3 شهور ايه ولا 5 شهور حتى. في ال5 شهور انا بدأت افوق بكن، لكن ده كله كان نوم بالنسبة لي. يعني اكل وانام اكل وانام، ما كانش متعب بصراحة الفترة الاولى بس. تمام، فانا كنت اصلا غالبية الوقت نايمة، وكنا بالليل. فالدنيا الحمد لله كانت حلوة وما كانتش اصعب حاجة. الفكرة الصعب انه اللي حصل بعد ما جيت يمكن باسبوع، وفجأة بدون اي مقدمات او حاجة فجأة بدخل التويلت اعزكم الله لقيت دم فجأة كده. انا مش عارفة ايه اللي حصل، مع اني انا واخدة حقن السيولة، واخدة المثبت، كنت باخده برونتوجيست، باخد البوس برونتوجيست صبح وليل، كله ماشي على العلاج، يعني كله تمام التمام، مفيش اي مشاكل. غالبا ده كان تاني يوم عيد من الاعياد، تاني يوم عيد الاضحى. فانا كنت مثلا في اخر الرابع، بجيلك اسبوع او حاجة ادخل الرابع مثلا، او باجي حاجة 10 ايام. يعني كان في هذا يعني كنت جربت خلاص على الرابع او في نص الثالث حاجة زي كده يعني. فمن غير اي حاجة انا طبعا توتر الدنيا، انا ما بقتش قادرة اتكلم ولا اتنفس ولا اي حاجة خالص. مش عارفة ايه اللي حصل. تاني يوم العيد الدكاترة كلها جافلة، الدكتور اللي انا بتابع معاه جافل، الدكتور طبعا احمد رجع ما جاش. بدور على اي دكتور، مش لاقين اي دكتور يكون شغال عشان اروح اكشف عنده. احنا خدنا العربية وخلاص طالعين، عايزين اي دكتور بس يطمنا على النبض البيبيهات وان الدنيا حلوة. يعني هي دي يعني صعبة بصراحة. هي دي يعني حسيت احساس ربنا ما يكتبه على حد. بس فالمهم رحنا. الحمد لله كانت الدنيا حلوة وعدت على خير يعني الحمد لله. والدكتور اللي هو اللي انا تابعت عنده، اللي انا رحت له اليوم ده، انا بس قلت له ان انا عايزه اطمن على النبض، وانا كده كده هروح للدكتور احمد راجح. كان غالبا بعدها باسبوع او 10 ايام برضه هروح يعني. بس ما كنتش عايزه غير ان الدنيا تمام وما تلعبليش في العلاج ولا اي حاجه. انا عايزه اطمن النبض تمام والدنيا تمام مفيش اي مضاعفات. ففعلا هو طمني. وانا اصلا يعني الدكتور ده كان غالبا لسه مبتدئ بما انه شغال تاني يوم العيد. ما كانش في عنده حالات غير حالة يعني، بس هي طولت خالص من ما طلعت. انا كنت على اخري خلاص يعني اللي هو في ايه. بس انا قلت له ان انا حقن مجهري. فجأة لقيت وشه اتغير وبيتعامل معايا بحذر، ما مش عارفه ليه، ومش عارف يكتب لي روشته. يعني هو فعلا ما كتبليش روشته، بس قال لي وقفي حقن السيوله. طبعا انا ما وقفتهاش بصراحه، يعني مش من نفسي كده هوقفها. فقال لي ممكن دي عشان حقن السيوله، لكن مفيش اي خطر مفيش اي حاجه، واطمنا على جنس البيبيهات والحمد لله يعني. وعدت على خير. انا رحت بعدها للدكتور احمد راجح، ولا بعدها ب10 ايام بعد اللي حصل ده ب10 ايام. فهو قال لي ان في انقباضات. يعني انا كنت مثلا في الرابع ويقول لي عندك طلق مبكر وعندك انقباضات في عنق الرحم، زود لي المثبتات كتير خالص، وقال لي الراحه ثم الراحه ثم الراحه، ما تتحركيش من على السرير غير انك تروحي التويليت بس، غير كده ما تتحركيش وتاكلي ومش عارفه وايه. بس يعني هو نبه على الراحه وزود لي المثبتات. واليوم ده احنا جايين اصلا مفيش خالص وتعبانين، وطبعا هو وترنا وتعبنا يعني حتى الدكتور احمد هو ده فعلا. احنا هنا في سوهاج بيجابلنا الدكتور احمد راجح. ما مهدش للموضوع، ما قالش مثلا هو تحسي انت رايحه كده عادي وفجاه هو طربق الدنيا فوق راسك كده ان انت لا ما تتحركيش والحمل في خطر وفي طلق مبكر
ورحمك عضلات الرحم شغاله انقباضات انقباضات انقباضات. ف فبصراحة يعني وترنا وخلى حالتنا بلا، يعني احنا جايين حالتنا ميؤوس منها. يعني أنا ما اقدرش اقولكم انا حسيت وقتها بايه. فهو في وقت الكشف ده، في وقت الكشف يعني احنا كان هيعمل لي سونار، ففجأة بيقول لي قولي لا اله الا الله. يعني انا فجأة الدكتور بيقول لي لا، انا خلاص يعني قلبي وقف، حرفيا قلبي وقف. اللي هو ايه ده؟ ايه لا اله الا الله دي؟ معناها ان انا مخي جن، دي حاجة مش حلوة. فبيقول لي قولي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. فبسكت خالص. وبعدين قال لي خلاص البسي يلا. بعد كده رجع تاني قال لي لا لازم اتاكد من حاجه، ورجع عمل سونار تاني. في وقت السونار بدأ قعد يقول ان في انقباضات في الرحم شديدة، وان في طلق مبكر، وان عضلات رحمك شغالة انقباضات انقباضات مش عارف الايه، وان مشيمة الرحم نازلة، ان المشيمة نازلة خالص. بما ان هما كانوا توأم منفصل، فكل بيبي ليه مشيمة، وانه مش عارفة ايه وكده. البيبيات مش هيدخلهم الغذاء كويس. كان يعني بص، هو دمرنا نفسيا بصراحة، دمرنا يعني. اصلا الوقت اللي يقولي لا اله الا الله دي، انا حسيت انه خلاص هيقولي خلاص يعني. بس فالحمد لله. فدي اكتر الايام، يعني من اكتر، عشان في ايام كتير صعبة لسه هحكيها لكم، من اكتر الايام الصعبة في الحمل، او من اكتر الايام اللي لسه فاكراها. بس الحمد لله عدت على خير، الحمد لله الحمد لله. بس كده. وانا وقتها كنت بتابع مع دكتور تاني خالص غير احمد راجح. فهو بصراحة يعني كان الدكتور احمد راجح بيبوظ الدنيا، وده بيهديني خالص. يعني عادي، قال لي هما توأم، وعادي ان يحصل لك انقباضات في الرحم، عادي ان انت تحسي، عادي ان انت تنزفي، انت اصلا مش محتاجة حقن السيولة. وبالمناسبة احمد راجح وقف لي حقن السيولة في وقتها، بس انا كنت خلاص غالبا دخلت الرابع او بجيلي كام يوم وادخل الرابع. فقال لي خلاص احنا مش محتاجينها غير اول 3 شهور بس. ووقفت حقن السيولة فعلا. بس وجالي دي من حقن السيولة، وارد ان هو يحصل لك كده، وارد ان هو يحصل لك اصعب من كده وانت حامل في توأم. وان فعلا هما كانوا نازلين، يعني رؤوسهم تحت ورجلهم فوق طول الحمل كده، ما تغيرش الوضع ده خالص خالص خالص. يعني هو البيبي جاي راسه تحت، جاي واخد وضع الولادة، فهيضغط على عضلات الرحم. اقل مجهود الاقي ضغط، اقل حركة الاقيها اثرت فيا. فانا طول فترة الحمل وانا نايمة على السرير. طبعا مش كل الحالات زي بعضيها، بس انا حالتي كده، يعني حالتي ان هما توأم، حالتي ان عضلات الرحم بتاعتي بتنقبض تنبسط، في انقباضات على طول شغالة، وان هما البيبيهات رؤوسهم تحت ورجلهم فوق، فهم ضاغطين دايما على الرحم، دايما في انقباضات من ضغطهم عليه، خصوصا لما بدأ يكبروا الحمل. فده كان بالنسبة لي يعني صعب جدا. بس الحمد لله كله عدى على خير، ما تقلقوش، هحكي لكم كل حاجة في الفيديوهات اللي جاية. بس كده. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، ويراضي الجميع. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد.